أنا سألتك إيه أنجح مسلسل في رمضان 2017 هتقول لي كلبش الأمير قرار. طب لو قلت لك عن 2020 هتقول لي البرنس لمحمد رمضان. 2023 هتقول لي جعفر العمدة برضه لمحمد رمضان. طب 2024 هتقول لي حق عرب لأحمد العوضي. و2025 هتقول لي فهد البطل برضه لأحمد العوضي. آخر سنتين في رمضان اسم واحد بس كان موجود في الصدارة وهو أحمد العوضي. فالحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم عن أحمد العوضي وهنعرف ليه أحمد العوضي بقى تهديد حقيقي لكل أبطال الدراما. الحكاية مش بتبدأ بنجومية، بتبدأ بطفل اسمه أحمد محمد العوضي بيفقد والدته في سن صغير جدا وبيتربى على إيد والده، وده ساعده إنه يعتمد على نفسه ويكون شخصيته بشكل أسرع. لما بيكبر بيخش كلية تجارة وحبه للتمثيل بيزيد، بعد كده بيتخرج من الجامعة في 2006 وبيشارك في المطعم مع سمير غانم بس ما بيتعرفش، وبعدها بيكتشفوا الفنان الكبير نور الشريف في 2009 وبيخليه يظهر معاه في الدالي 3. وبعدها بيروح أحمد للفنان نور الشريف وبيقول له إنك ضحكت عليا وما بقتش نجم، والفنان نور بيقول له خليك بتعافر وهتوصل. بعدها فعلا بيشارك احمد العوضي في السبع وصايا من افضل المسلسلات، وبيتعرف جدا احمد العوضي من المسلسل ده. وبعدها بيشارك في العهد واحمد العوضي بيتحط لاول مره في الاكشن، وده اللي كان مستنيه من بدري واتعرف اكتر. وبعده الميزان واحمد كان بدور الرائد هشام الصاوي، كان دور اكشن مختلف. وفي الافلام كان مشارك في بدل فائد، بعد كده بيشارك في 2016 في نوايا بريئة، وفي 2017 بيشارك في أعمال كتير جدا زي نصيبي وقسمتك اتنين بدور زياد، وأرض جو بدور عمر، والحصان الأسود. وبعد كده بيشارك في حكايات بنات بدور مختلف جدا، وشارك في الجزء الأول والتاني بدور مازن، وبيتعرف جدا جدا أحمد العوضي. في 2018 بيشارك في أبو عمر المصري وبيعمل دور مختلف، دور إرهابي خطير، والصراحة الدور كان حلو جدا وكان اسمه سلمان الرحمن. وبيشارك في مليكة. وفي 2019 تعتبر انطلاقة لأحمد العوضي لأنه بيشارك في كلبش لأمير قرار بدور بروسلي، بيعمل دور جامد جدا وشخصيته بتتشهر جدا. وبعدها بيشارك مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في الآخر نفس بدور أدهم، والناس بيحبوا الكيمياء ما بينهم جدا. وكل ده أحمد العوضي مكررش ولا دور لأنه كان عايز يثبت نفسه بجد، وكل دور كان بيشتغل على نفسه جدا وبيطلعه على أجمل وجه. في 2020 بيتجوز أحمد العوضي من الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعدها بيشارك في الاختيار بدور هشام عشماوي، ودور مختلف جدا عن أحمد العوضي وأتقن الدور جدا، والكل كره الشخصية بجد. وده نجاح ويخلي الناس يكرهوا الشخصية بجد، يبقى هو فعلا عملها صح ونجح الشخصية، ودي نقطة تحول لمسيرة أحمد العوضي. بقى بيتعرف إنه يقدر يعمل أي شخصية صعبة. ولحظة بس عشان أنا نسيت، في 2017 أحمد العوضي شارك في هروب اضطراري مع أحمد السقا، وفي 2020 شارك في لسه بغداد، وبعدها بيشارك في شديد الخطوة، مسلسل كان حلو برضه. في 2021 بيشارك في اللي ملوش كبير مع الفنانة ياسمين عبد العزيز بدور سيف الخديوي. وأحمد العوضي بقى معروف بلازماته زي على الله حكايتك، وبقى بيعرف يسيب كل بصمة للناس في كل سنة في رمضان، وكل لازمة الناس كانوا لازم يقولوها في الشارع. وفي نفس السنة أحمد العوضي بيشارك في فيلم موسى، وبيشارك في الاختيار اتنين كضيف شرف. وحرفيا مسلسل الاختيار ده من أفضل المسلسلات وضاف لمسيرة أحمد العوضي كتير، وما ننساش إنه اتكرم عن دوره في الجزء الأول من الاختيار. في 2023 بيشارك في ضرب نار، وبرضه بيبقى مع ياسمين عبد العزيز وبيعمل دور مختلف، دور شخصية سعودية بدور جابر الكوماندو، وعمل دور جامد الصراحة. في 2024 بينفصل أحمد العوضي عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد كده بيعمل أول مسلسل من بطولته وهو حق عرب بدور عرب السويكي. حرفيا المسلسل بينزل في رمضان وبيكسر الدنيا وبينجح جدا المسلسل، لأن فعلا فكرته كانت حلوة جدا وكان أنجح مسلسل في رمضان 2024. بيعمل الاسكندراني والفيلم بيحقق 23 مليون جنيه، وده حلو جدا لأنه أول فيلم بطولة مطلقة ليه. وأخيرا فهد البطل في رمضان 2025. المسلسل ده بجد عجبني جدا، واحمد العوضي ابدع في دور فهد، والمسلسل نجح نجاح كبير جدا، كان برضو الانجح في رمضان. وفي رمضان 2026 احمد هيعمل مسلسل علي كلاوي بدور الملاكم، وهيعمل فيلم اسمه شمشون ودليله مع الفنانه مي عمر. لحظه بس، هنا عايز اقول لكم بس حاجه ليها علاقه بالحلقه شويه. من كام يوم احمد العوضي طلع في لايف وقال انه الاعلى اجرا والاعلى مشاهده. في ناس كتير طلعوا قالوا عليه مغرور ومش عارف ايه، انت اللي انت بتعمله ده وما ينفعش تعمل كده. يا جدعان هو الراجل ما غلطش، هو طلع وقال ان هو الاعلى اجرا والاعلى مشاهده. هو فعلا كان اخر سنتين كان هو الاعلى مشاهده في رمضان، ومسلسله كان الانجح. وغير كده ان هو كان عمال يقول بفضل ربنا وثم فضلكم، وعمال يقول الحمد لله وربنا وسعها عليا. فما فيش غرور، دي يعتبر ثقه بالنفس بجد. وفي ناس قعدوا يقولوا لي ما تنساش ياسمين عبد العزيز ان هي اللي شهرتك. يا جدعان احمد العوضي بيعافر من بدري قوي، من 2006 تقريبا، وهو قبل ما يتجوز ياسمين عبد العزيز كان مشهور جدا وكان عامل ادوار جامده جدا. وياسمين عبد العزيز نجمه كبيره جدا، وهو لما اتجوزها الاتنين جوازهم طلع ترند، فعشان كده الاتنين شهروا بعض. ونيجي لسؤال الحلقه، ليه احمد العوضي بقى تهديد حقيقي لكل ابطال الدراما؟ اول حاجه انه خلى الناس يصدقوا ويحسسهم انه منهم بجد وبقى نجم الشارع. وتاني سبب ان بتوع الدراما او بالاخص امير كرارة ومحمد رمضان لانهم هم اللي في الصمنين. لو شفنا اخر مسلسل لامير كرارة هنلاقيه في رمضان 2025. المسلسل نجح بس مش زي نجاح فهد البطل. بس لو جينا في 2017 هتلاقي مفيش مسلسل انجح من كلبش الامير كرارة. لو شفنا اخر مسلسل لمحمد رمضان هتلاقيه في 2023 وهو جعفر العمدة.
المسلسل ده كسر الدنيا، بس محمد رمضان بقاله يعتبر 3 سنين بعيد عن الدراما، فبقى مين اللي في الصدارة مليون المية؟ هتلاقيه أحمد العوضي، وهو فعلا بقى تهديد على بتوع الدراما. وبس كده أحب أقول إن هو بجد ممثل يستحق، وهو ممثل جامد جدا. برضه لو عايزين حلقة لمسيرة أمير كرارة وحلقة لمحمد رمضان اكتبوا تحت في الكومنتات. فأنا كده جاوبتكم على السؤال وبس كده. بس قبل ما تقفل الفيديو صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وما تنساش تقول آية الكرسي بعد كل صلاة. وبس كده أتمنى تكون استفدت، واعمل لايك واشتراك وسلام.